قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجنوبي إن حركة النهضة قبلت بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والمتمثلة أساسا في حل الحكومة وتعويضها بحكومة كفاءات من أجل وضع حد للأزمة السياسية في البلاد. موافقة حركة النهضة على مبادرة الاتحاد التي أعلن عنها رئيس الحركة راشد الغنوشي جاءت على إثر لقاء جمعه صباح اليوم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، وستكون منطلقا للتحاور مع الأحزاب حول تفعيل هذه المبادرة. تقديرنا بأننا قريبون جدا من الخروج من الأزمة إن شاء الله. تقديرنا بأن الحوار الوطني سينطلق سريعا من أجل تجاوز الأزمة. تقديرنا بأن المجلس الوطني ومؤسسات الدولة التي تعطلت المدة الماضية ستنطلق إن شاء الله في أقرب وقت. مقترحات جديدة لحركة النهضة. هذه المقترحات سينقلها السيد الأمين العام للاتحاد إلى شركائنا السياسيين إلى المعارضة، وسنلتقي قريبا إن شاء الله للإعلان عنها. نحن هذه المقترحات تنطلق من قبول حركة النهضة لمقترح الاتحاد منطلقا لحل الأزمة السياسية في البلاد. هو من قبل كان قابل، ولكن قبول هذا اليوم أعلن عليه صراحة، وأنه قبل بمبادرة الاتحاد لتكون معناها بداية الحوار الوطني. عنده جملة من المقترحات قدمها لنا، سنقولها للآخرين.